تعالى نقعد ونتكلم بهدوء. في سؤال يمكن يكون من أخطر الأسئلة اللي الإنسان يسألها لنفسه: هو أنا فعلا بعيش حياتي ولا بعيش الحياة اللي الناس اختارتها لي؟ استنى لحظات وما تجاوبش بسرعة. خليني أسألك كام سؤال. أنت اخترت لبسك ولا لبسته عشان المجتمع قال ده شيك؟ أنت اخترت شغلك ولا اخترته عشان الناس قالت الشغلانة دي ليها مستقبل؟ أنت اخترت أحلامك ولا ورثتها من أهلك من وأنت صغير؟ وأنت بتسمع جمل معينة: ذاكر عشان تطلع دكتور، اشتغل شغلانة محترمة، اتجوز قبل السن معين، اشتري شقة، هات عربية، اعمل وسوي وابقى، لدرجة إنك في يوم من الأيام بطلت تسأل نفسك أنا أصلا عايز إيه؟ علم النفس عنده تفسير مثير جدا. في عالم نفس اسمه كارول يونغ كان بيتكلم عن فكرة اسمها القناع. كان شايف إن كل واحد فينا بيلبس قناع: قناع الموظف، قناع الابن المثالي، قناع الرجل القوي، قناع البنت اللي لازم ترضي الكل. ومع الوقت القناع يكبر لدرجة إن الإنسان ينسى وشه الحقيقي ويبقى عايش علشان يحافظ على الصورة، مش عشان يعيش حياته. وفي عالم اجتماع اسمه أريك فروم كتب كتاب اسمه الهروب من الحرية، وكان بيقول فكرة غريبة: إن الحرية مش سهلة، لأن أول ما الإنسان يبقى حر هيبقى مسؤول عن كل اختياراته، وده شيء مرعب. عشان كده ناس كتير بترتاح وهي ماشية ورا الناس، لأن طول ما حد بيقرر مكانك أنت مش مضطر تتحمل النتيجة من أصله. تعال نبص على حياتنا النهاردة. ليه أول ما تفتح السوشيال ميديا تحس إنك متأخر؟ حد اتجوز، حد سافر، حد اشترى عربية، حد فتح شركة، فجأة تحس إنك لازم تجري. بس هو مين قال إن السباق ده سباقك؟ مين قال إن النجاح له شكل واحد؟ مين قال إنك لازم تمشي في نفس الطريق اللي الناس كلها ماشية فيه؟ الفيلسوف سقراط كان بيقول إن الحياة التي لا يبحثها الإنسان لا تستحق أن تعيش. يمكن كان يقصد إن أخطر حاجة إنك تعيش 50 سنة من غير ما تسأل نفسك: هو أنا فعلا اخترت ولا كنت بنفذ؟ عارف إيه أصعب حاجة؟ إنك تكتشف إن الحلم اللي بتجري وراه من 10 سنين مش حلمك، وإنك كنت بتحاول تثبت نفسك قدام ناس هي أصلا مش عايشة حياتك. وده مش معناه إن المجتمع وحش، ولا إن الأهل وحشين، ولا إن النصايح كلها كانت غلط. بالعكس، كتير من النصايح بتكون نابعة من حب، لكن في الآخر محدش هيعيش حياتك غيرك، محدش هيتحمل قراراتك غيرك. يمكن كل فترة محتاجين نقفل الموبايل ونقعد مع نفسنا ونسأل سؤال واحد: لو مفيش حد هيختم علينا، ولو مفيش حد هينتقدنا، أنا كنت هختار نفس الحياة؟ لو كانت الإجابة لأ، يبقى يمكن لسه قدامك فرصة، مش إنك تبدأ من جديد، لكن إنك ترجع لنفسك. يمكن الإنسان طول عمره بيدور على السعادة، مع إن أول خطوة للسعادة إنه يعرف هو مين قبل ما يعرف هو عاوز يبقى إيه. يجيبك مع سؤال يمكن يفضل معاك الليلة كلها: إيه الحاجة اللي بتعملها كل يوم ولو اختفى رأي الناس هتبطل تعملها؟ فكر فيها ونكمل كلامنا بهدوء.